انت اتعشيت ايه؟ متعشيتش قاعدين، ما هو بقالنا ساعتين ما عشتنيش حاجة. اتعشيت امبارح ايه؟ بيتزا؟ فراخ. فراخ؟ استغفر الله العظيم يا رب. اتعشيت فراخ؟ كلتها ازاي؟ الراجل عاملها في سندوتش وكده. في سندوتش؟ شفتها وهي صاحيه الفرخه اللي انت بتاكلها دي؟ لا شو انا مالي يا عم. انت شفتها صاحيه؟ لا. يعني انت كلتها ميته؟ انت سميت كلت الفرخه ميته؟ انت بتاكلش فراخ؟ كلها صاحيه عشان حرام اكل حاجه ميته ليه؟ ايه ليه اذي نفسي؟ ده حرام اكل الحاجه الميته، ده حرام اصلا. خلي بالك انا بحب الفراخ قوي وما كرهنيش فيها. حلو. انت كلت امبارح فراخ؟ اه. الفرخه اللي انت كلتها دي اكلت زنجر. ما اعرف ايه في الاخر فراخ. اه. الفرخه اللي انت كلتها دي انت شفتها وهي عايشه؟ ما اعرفش. شفت حياتها؟ شفت عيالها؟ شفت جوزها؟ جوزها. اه شفتهم عارفهم. انا بتكلم بجد. جيراننا. شفت الديك جوزها؟ شفت عيالها؟ شفت عندها بيض بتفقسه ولا لا؟ شفت حياتها ماشيه ازاي؟ لا. هي دي مش روح؟ روح ولا مش روح؟ روح طبعا. وليها رزق وليها حياه وليها بيت واسره وكيان وكارير وشغل ودنيا وبتفقس وبتولد وبتاكل عيالها. لما اكلتها ما فكرتش في كل ده؟ انا مالي، هو الراجل اللي ذبحها. هلاك. مش عرفك ان هي مذبوحه؟ ممكن تكون ميته. لا لا. تموت ليه؟ في الاخر خالص انت واكل حاجه ميته. ممكن تكون عجوزه، ست، جده يعني. ما انت واكل امبارح. انا باكل فينو بس. واتغديت ايه؟ يعني فينو. ايه فينو ده؟ فينو بالبيض وفينو بس ده بيض فرخه. لسه ما بقتش روح، ما كبرتش، ما شافتش حياتها، ما شافتش مستقبلها. يلا رايح تاكل فرخه يا عم ايه المشكلة؟ تعرف ايه عن حياتها؟ تعرف ايه عن عشتها؟ تعرف تربيتها ماشيه ازاي؟ ربت عيالها ولا لا؟ ما اكلتش فراخ قبل كده؟ ليه لا طبعا؟ تظلموا ليه الروح؟ هي دي مش روح؟ ينفع تاكل بني ادم زيك؟ رد. مش عارف. ينفع تاكل بني ادم زيك؟ لا. يعني ينفع يجي يقول لك دي مناخير واحد زي مناخيري في سندوتش؟ هتضرب الراجل. انت متعصب ليه؟ عشان انت ما تعرفش اللي انت اكلتها دي حياتها كانت ماشيه ازاي، عليها يا اقساط، عم انت عارفها. عليها فلوس، انا ما اعرفهاش. امال ليه في معصب الموضوع ده؟ عادي في فراخ، ما الناس كلها بتاكل فراخ. يعني ايه روح؟ ليها جوز، ليها ديك رومي كده، راجل، عندها عيال، كام كتكوت، ممكن تكون كانت حامل. وانت لما تسقط واحده حامل ده حرام عليك ولا مش حرام عليك؟ افرض كان في بطنها بيض، افرض. افرض ايه يا عم؟ افرض. كلنا البيض. افرض دي كان عندها 3 عيال والراجل خدها وراح مأكلك وانت كلتها وعيالها اتيتمت، تبقى فراخ يتيمه؟ ايه اللي بيضحك؟ ازاي يا جدع؟ انا كل يوم باكل فراخ. ابوك لسه واكل معايا اول امبارح فراخ. منك لله. ليه؟ عيالها اللي سابتهم دي هيكملوا حياتهم ازاي في الغلو اللي احنا فيه وفي المعاكسات وفي قله الادب وان حد يتحرش بفرخه ولا ليه؟ انت بتضحك عشان ما عندكش شعور. انت ما اكلتش فراخ قبل كده؟ عمري. ليه ادمر لواحده بيتها ومستقبلها وعيالها ليه؟ انت ما اكلتش فراخ قبل كده؟ افرض كان عندها بيض كان مشش. مين في إيه؟ مين هيقعد على البيض دلوقتي؟ انت اللي هتقعد على البيض؟ ما اعرفش، انت اللي هتتجوزها؟ مش مشكلة يا عم. انت فاكر ان انت بعد ما تاكل الفرخه ربنا هيكرمك؟ استحاله. وعيالها اللي رايح رايحين جايين دول، وجوزها جوزها؟ اللي تلاقيه رفع عليها قضيه عند اكبر واحد بتاع فراخ وقال له فين مراتي، بيدور عليها، سابت له البيت ومشيت، ما عرفش ان هي اتذبحت وكلتها يا مفتري. السندوتش اللي كلته ب 30 40 جنيه دمر مستقبل اسره.
عشان ترضي غرورك. ايه غرور يا عم؟ تاكل. جعان. كل اي حاجه تاني. اكل فينو؟ سافر الصين. كل صراصير. قد صرصار بشنب جد. انت جبت صراصير قبل كده؟ باكل الجد. تعالى تعالى. طب ومرات الصرصار ما سابتش عليك؟ وولاده الصغيرين اللي لسه ما شافوش دنيا يا اخي، حرام عليك حرام عليك. الصغيرين كلت الصرصار يعيشوا منين بقى؟ يصرفوا منين؟ يا ابني انا الحياة صعبة يا اخي، يا اخي الحياة صعبة. يصرفوا منين؟ انا بتكلم على الصرصار الجد. يعني ايه الجد؟ طب ابنه ما فقد جده، مفيش دار ولا سند ولا دنيا، هيشتغل ويصرف منين؟ في ورث وفي في الصين ناس عادي. وفي قصة. في الصين عادي. الصين عادي؟ اه هاكل فراخ من الصين.